السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم جديد وفيديو جديد. هنبتدي كده على طول بدون مقدمات. في أزمات في الزمالك كتير قوي. ابتداء من عقوبات دونجا اللي غرف زميله. طيب الناس كلها رايحة دماغها ان هي عقوبات لدونجا، لا، هو زيزو متضايق جدا 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 من اللي بيحصل معاه، بالذات النهارده بعد العرض، مش النهارده، بعد الافصاح الاعلامي ان جايله عرض من بشكاتش التركي ونادي الزمالك رفضه. عشان كده احمد زيزو بين الشوطين في المحله لما اتغير زاد غضب واكتر، وساب الاستاد، ساب الملعب، خد عربيته ومشي روح. ما قعدش ولا في المدرجات ولا على الدكه. فدي مشكله خوف دونجا ومشكله غضب زيزو. والمشكله الثانيه غضب بقى مين؟ الموسيقار، رئيس لجنة العضويات والتعيينات، لأنه من ساعة الموضوع محمد عبد الغني هو ما استحملش. هو فيديوهاته تملي بتطلع بالليل، بيقعد في الجنينة بالليل قدام مبنى أشرف صبحي ويقعد يعمل فيديوهات ويهوهو. لا، ده بعد الخناقة على طول راح قال للراجل تعالى بعد الظهر كده، وكانت كلها أضواء كلنا شفنا، وواحد اتنين والعضو وانت يا لبيب ويا حرامي وي وكالعادة قاعد بيرمي الشباشب. النهارده فصل فوق ال 200 عامل، 200 عامل غلبان بين يوم وليله راحوا النادي لقوا نفسهم ايه؟ مفيش شغلانه. روحوا يا ابني ولا في ايه؟ قال لهم اختار ولا اي حاجه قبلها باسبوعين ولا اي حاجه من دي، على طول فاصله على طول. ابتدى قرارات بقى، واحد بقى مجنون ولاسع. محمد عبد الغني النهارده ما جاش التدريبات. محمد عبد الغني بعد ما عمل فيديو توك توك، واحد اداري اتصل بيه قال له انت النهارده تيجي تتدرب لوحدك ومتحول للتحقيق. تحقيق كل ده بسبب ركنه. قال لهم طب السلام عليكم انا مش جاي اصلا. ابو الفتوح لما عرف كده وشايف الاجواء صمم 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 ان هو يسيب الزمالك. فالحاجات متراكمه، والاحداث متراكمه كلها بسبب واحد معتوه. النهارده الاهلي تعادل مع فيوتشر، وطبعا الماتش صعب، والمدير الفني علي ماهر بيقعد يتنطط على الخط. اكتر ماتش في الدوري بيقعد يتنطط لو حسبنا عدد التنطيطات اللي بيتنططها على الخط. ماتش الزمالك جاي لما نشوف. بس هي فرقه فيوتشر فرقه محترمه ونحترمها. الاهلي تعبان، اللعيبه تعبانه. خلاص بقى في اخر الموسم وعايزين يفنشوا كل المواسم، كل البطولات، ويخلصوا ويستريحوا بقى ياخدوا الاجازه. فاللعيبه تعبانه فنعذرها. ماتش برضو ايه؟ مش سهل وكويس. وبعد كده ادينا نقطه لفيوتشر ايه؟ الزمالك كده الزمالك اتعصلك وصعبت عليه، اتصعبت عليه. مفيش اخبار تانية تذكر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل ما تقفل الفيديو يا ريت اشتراك بالقناة. والسلام عليكم ورحمة الله.